بتلاقي حد فوق ال 80 سنه وبتلاقي لسه بيبي بسترولر مامته بتزقه، يعني بينزلوا يجروا معانا عادي. ابتدينا كايرو رانرز في 2012، انا كنت شغال مهندس، وبعدين جات لنا الفكره ان احنا عايزين ناس تنزل تجري في الشارع مع بعض، فابتدينا ان احنا عملنا زي بيج كده على الفيسبوك وقلنا للناس يلا ننزل نجري. ما حدش كان فاهم قوي احنا عايزين نعمل ايه، واحنا نفسنا كان الموضوع في الاول صعب، لانك انت كمان بنجري ولاد وبنات وفي الشارع. فابتدينا نوصل لحل سحري شويه ان احنا نجري يوم الجمعه عشان اجازه الساعه 7 الصبح. فبقالي اهو 7 سنين سايب الهندسه وشغال في الجري شويه يعني. مامتي بقى الله يرحمها هي اللي شجعتني جامد، فهي ساعتها قالت لي بص انت هي مره يعني انت حاجه فرصه وجايه لك وحاجه انت بتحبها، لو ما لحقتهاش دلوقتي خلاص يعني صعب انك انت تلحقها قدام. برضو لما ابتدينا في 2012 كانت الدنيا غير دلوقتي خالص، كان في عز المعمعه، فانك انت تجري في الشارع في وسط القلق اللي كان بيحصل والمظاهرات وي 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 كان تحدي ساعتها صعب قوي. يعني ساعتها انا فاكر مثلا بننزل نجري في المعادي الساعه 7 بيبقى في لسه القنبله متفجره الساعه 6 عادي ساعتها. يعني كاحصائيات احنا عملنا اكتر من 300 ايفنت على مدار ال10 سنين اللي فاتوا. عملنا 10 ماراثونز وهاف ماراثونز في القاهره وبره القاهره. اشتغلنا مع اكتر من 80 شركه سواء رعاه او شركات اللي هي بتنزل معانا نعمل اويرنس او كده. اشتغلنا مع اكتر من 20 NGO ومستشفى. يعني على مدار السنين نزل جري معانا اكتر من 100,000 واحد. جزء من الفكره ان احنا نبتدي نطلع المحافظات، نطلع بره نعمل حاجات بره القاهره. كايرو رانرز ما تصنفش كشركه ايفنتس او شركه رياضه، احنا كوميونتي. فالحمد لله هو الكوميونتي كله بيحافظ على بعضه وبيحاول ان هو يساعد بعضه. وعايز اقول لك كميه الصحوبيات اللي اتعملت من الكوميونتي بتاع كايرو رانرز والجوازات والمش عارف ايه قد كده. هو اكتر انجاز ان انا فخور ان انا حققته في 22 لما عملنا كايرو هاف ماراثون في شهر 5 اللي فات. قدرنا اول مره ان احنا نقفل الشوارع بتاعه مصر الجديده كلها عشان الماراثون. حلمي ل 2023 نفسي ماراثون القاهره بتاع 2023 يبقى اكبر من اللي فات بكتير، ويبقى بنبتدي نعمله ماراثون دولي والناس تجيله من بره والناس كلها تسمع عنه، لان القاهره تستاهل حاجه زي كده.